استنى نشوف دوك بقى لنا الفقره الاخيره يا جماعه. الفقره الاخيره هو على بالكم باللي دوك نقول لكم انا كنت نهضر على قطر. قطر دوله شقيقه تربطنا معها علاقات اخويه بين الدوله الجزائريه ودوله قطر. احنا ما ندخلوش بين الدولتين في السياسه، ولكن انا الشيخ النووي لما نشوف باللي الناس تطاول على بلادي يا خويا نهضر، ما على بالي لا بقطر لا بالجزائر. انا مول الجزائر نهضر والله تقطعوا لي راسي درك، والله والراس تاعي درك يطير مور التسجيل. كيفاه يا عجبت الله؟ قطر دايره كي الظفر، ما تبانش حتى في الضرسه تاع الضرسه من الضروس تاع الحدود. تطاول على بلادنا احنا تدخل في روحها. قطر لها دخل، كي نقول قطر نقول الجزيره، انا نسميها الخنزيره. هاو روحوا شوفوا، روحوا التوا بهمومكم، التوا بالحريه التعبير عندكم. الشاعر اللي قال زوج كلمات ضربته ب 15 سنه اللي راه راشي بالحبس، وراه حريه التعبير عندكم، قال زوج كلمات. الجماعه تاع الصحفيين تاع سويسرا اللي جاوا يديروا تغطيه 10 ايام وما انتم حابسينهم وزيرتهم وطلقتهم لبلادهم، وين راه حريه التعبير؟ العلاقات تاعكم مع اسرائيل طردقوا في ليبيا، خليتوها من احنا كاع ما نهضروش، وجو نتوما تدخلونا تدخلوا ارواحكم فينا هنا. قناه الخنزيره، قناه الجزيره، الجزيره في قطر. داروا هذه النهارات على الحرب القادره. احنا رانا في 2017 يا جماعه. الجرح هذاك راه عنده 20 سنه ولا شحال عنده من 93. الشباب اللي راه عايش دوك ما يعرفش كاع التاريخ هذاك، علاه تحيوا في الجراح. الشيء هذاك كلختوها لنا كلنا بعضنا. تاخذوا راي نصيحه انتم برواحكم. اطلق حسين بان الناس تفهم. مباشرة عند وصول يعني في كم يعني الزمن الذي استغرق في كتابة الكتاب هو 8 إلى 9 أشهر أو 10 أشهر. صدر في فيفري 2001 يعني. الخنزيرة في قطر دايرة قد ظفري. دايرة برنامج على الجزائر، على لك الجزائر. يحرقون طفلا في 15 من عمره. أحداث الجزائر 92 2000 واش دخلكم فينا؟ أننا في حرب أهلية، حتى لو لم يلفظ الجنرالات هذه الكلمات. واش دخلكم؟ احبس حسين، احبس يا الجزيرة، التهي بروحك. وعلى ما تجبديش المشاكل تاع العائلة الأميرية. حرية التعبير في قطر، والبيدون والعبيد اللي سكلاف لها عندكم، الخدم اللي تقلعوا لهم في الباسبورات من الفلبين، وما على بالناش صار عندكم، وجوا تلعبوها ترجلوا علينا. احنا زيتنا في دقيقنا، ما كانش يدخل، ما كانش تدخلوا روح، ما تدخلوش روح، ما عندكمش تروحوا تدخلوا روحكم كاع. إلى أن لا الشيطان اللي عصى ربي. الخنزيرة في قطر. اطلق يا حسين، اطلق الفيديو خليه يمشي. بالفرنسية. حابة أعرف إيش احبس هاي لك طفلة فحلة قطرية سقست الوزير السابق، ولا ما على باليش جدو، قال انا مانيش تبع في السياسة تاع قطر هذه. قطر دايرة قد النص من بوفاريك. تحية الناس بوفاريك، جماعة الفيتامين سي. سبحان الله العظيم. اطلق يا حسين، مش راهي تقول الطفلة هذه للوزير. احبس اسمعوا مليح. اطلق يا حسين. يعني شنو والله ما اعرفها. يعني شنو الاشياء اللي قطر تصدرها لاسرائيل وتستوردها من اسرائيل؟ ترسني انا شفت في جريده مكتوب 48,000 دولار، انه السنه اللي فاتت في تبادل. والله ما اعرف ايش هو. بس اذا انت ما تعرف من ممكن يعرف. اسمح لي يعني نقدر نسال وزير الاقتصاد. زين اذا بتسمح لي اكمل سؤالي. الايرادات اللي تروح حق اسرائيل، ما تعتقدون ان اسرائيل يستخدمونها في تصنيع الاسلحه اللي يذبحون فيها الفلسطينيين؟ ما تقدرين تاخذينها بهالطريقه، لانه هاي موضوع تجاري. يعني اكيد بضاعه، اذا انت شريتي ساعه مثلا مش كلها بتروح للحرب، لكن ما في شك انه هذا يدعم اقتصاد اسرائيل.
بس اقتصاد إسرائيل مدعوم من قبل أمريكا من سنوات، زائد أنه 48,000 لن تؤثر في الموضوع. هم يبونها حتى يقولون دولة عربية، طبعا في كذا دولة عربية نفس الشيء تعمل، لكن أنت ما تتصورين كم البضائع اللي تروح دول أخرى وتختم بختم دولة أخرى وهي إسرائيلية وتدخل عندنا وعند الدول العربية بمئات الملايين من الدولارات. إذا قطر اقتصاد قطر ما راح يستفيد، شو الفائدة أن يكون بين قطر وإسرائيل تجارة، مع العلم أن إسرائيل محتلة فلسطين من 59 إذا سنة. تتذكرين قلت لك في سياسة وفي اقتصاد. ما تخلطين يا طويلة العمر بين السياسة والاقتصاد. احنا عملناه استعباطا، احنا عملناه بعد دي أمريكا وإحنا مش قدها. أحبس. ومؤتمر مدريد. يا طويل العمر دي أمريكا وإحنا مش قدها. اطلق يا حسين. كان في انفتاح وكان في سلام، وفعلا في دول رجعت أراضي، مثل الأردن وقعت اتفاقية، مصر رجعت. يرحم في والديكم. سينا. إسرائيل ما التزمت بالسلام. صح، بس هذا الموضوع طويل نحتاج أن نستمر فيه. يعني احنا حبس علي يرحم في والديك. ذوك وشك متحوسوا من عندنا. احنا الشيء اللي صرا عندنا صرا. احنا بيناتنا. احنا اللي حي جزائري واللي مات جزائري، وكلينا بعضانا، وهذاك جرح وفات وان شاء الله نداووه، حاجه داخله تاعنا. احنا كاش من نهار دخلنا روحنا في قطر يا حسين كاش من نهار دخلنا روحنا في قطر خاطينا احنا سي. قال لكم حسين بعدونا سيدي، روحوا بعدونا. كل واحد يلتب همه سي. تحبوا تديروا علاقات مع اسرائيل الله يسهل عليكم، تحبوا تاكلوا الخنزير الله يسهل عليكم، تبيعون بلدكم الله يسهل عليكم. احنا ما نبيع، احنا ما لنا البيع. ما تقربوا منا ما نقرب منكم، ما تاكلوا اكلنا ما ناكل اكلكم. انتم لكم بترولكم واحنا لنا بترولنا. اي والله يا شيخ. كيف يا ولد الحلال كيف طالعين ولا هابطين؟ يا والله يا ايدي هالطاهره. اطلق علي يا حسين اطلق. بلادنا احنا ندخل في روحها. قطر لها دخل، كي نقول قطر نقول الجزيره، انا اسميها الخنزيره. هاو روحوا شوفي روحوا التوا بهمومكم، التوا بالحريه التعبير عندكم. الشاعر اللي قال زوج كلمات ضربته ب 15 سنه اللي راه راشي بالحبس، وراه حريه التعبير عندكم قال زوج كلمات. الجماعه تاع الصحفيين تاع سويسرا اللي جاوا يديروا تغطيه 10 ايام وما انتم حابسينهم وزيرتوهم وطلقتوهم لبلادهم، وين راه حريه التعبير؟ العلاقات تاعكم مع اسرائيل طردقوا في ليبيا خليتوها من احنا كاع ما نهضروش، وتجوا انتوما تدخلونا تدخلوا ارواحكم فينا هنا. قناه الخنزيره، قناه الجزيره في قطر داروا هذه النهارات على الحرب القادره. احنا في 2017 يا جماعه الجرح هذاك راه عنده 20 سنه ولا شحال عنده من 93. الشباب اللي راه عايش دوك ما يعرفش كاع التاريخ هذاك، علاه تحيوا في الجراح. الشيء هذاك اللي سكلاف لا عندكم، الخدم اللي تقلعوا لهم في الباسبورات من الفلبين وما على بالناش راه صار عندكم، وتجوا تلعبوها ترجلوا علينا. حنا زيدنا في دقيقنا، ما كانش يدخل ما كانش تدخلوا روح، ما تدخلوش روح، ما عندكمش تروحوا تدخلوا روحكم كاع. إلى لا الشيطان اللي عصى ربي. الخنزيره في قطر. اطلق يا حسين اطلق الفيديو خليه يمشي. بالفرنسية. حابة أعرف إيش بس هاي لك طفلة فحلة قطرية سقست الوزير السابق ولا ما على باليش جدو قال مانيش تبع في السياسة تاع قطر هذه. قطر دايرة قد النص من بوفاريك. تحية الناس بوفاريك جماعة الفيتامين سي. سبحان الله العظيم. اطلق يا حسين. شايد تقول الطفله هذه للوزير. قطر وإسرائيل. احبس اسمعوا مليح. اطلق يا حسين.
يعني شنو والله ما اعرفها. يعني شنو الاشياء اللي قطر تصدرها لاسرائيل وتستوردها من اسرائيل؟ كلختوها لنا كلنا بعضنا. تاخذوا راي نصيحه انتم بروحكم. اطلق حسين بل الناس تفهم. مباشرة عند وصول يعني في كم يعني الزمن الذي استغرق في كتابة الكتاب هو 8 إلى 9 أشهر أو 10 أشهر. صدر في فيفري 2001 يعني. الخنزيره في قطر دايره قد ظفري. ها دايره برنامج على الجزائر على لك الجزائر. يحرقون طفلا في 15 من عمره. ايه احداث الجزائر 92 2000 وش دخلكم فينا؟ أننا في حرب أهلية حتى لو لم يلفظ الجنرالات هذه الكلمات. وش دخلكم؟ احبس حسين احبس احبس يا الجزيره. التهي بروحك وعلى ما تجبديش المشاكل تاع العائله الاميريه. حريه التعبير في قطر والبيدون والعبيد استنى نشوف دوك بقى لنا الفقره الاخيره يا جماعه. الفقره الاخيره هو على بالكم اللي دوك نقول لكم انا كنت نهضر على قطر. قطر دوله شقيقه تربطنا معها علاقات اخويه بين الدوله الجزائريه ودوله قطر. احنا ما ندخلوش بين الدولتين في السياسه، ولكن انا الشيخ النووي لما نشوف باللي الناس تطاول على بلادي يا خويا نهضر، ما على بالي لا بقطر لا بالجزائر. انا مال الجزائر نهضر والله تقطعوا لي راسي درك، والله والراس تاعي درك يطير مور التسجيل. كيف يا عجبت الله قطر دايره كي الظفر، ما تبانش حتى في الضرسه تاع الضرسه من الضروس تاع الحدود تطاول على رسمي. انا شفت في جريده مكتوب 48,000 دولار انه السنه اللي فاتت في تبادل. والله ما عارف ايش هو. بس اذا انت ما تعرف من ممكن يعرف؟ اسمح لي يعني نقدر نسال وزير الاقتصاد. زين اذا بتسمح لي اكمل سؤالي. الايرادات اللي تروح حق اسرائيل ما تعتقدون ان اسرائيل يستخدمونها في تصنيع الاسلحه اللي يذبحون فيها الفلسطينيين؟ ما تقدرين تاخذينها بهالطريقه لانه هاي موضوع تجاري. يعني اكيد بضاعه اذا انت شريتي ساعه مثلا مش كلها بتروح للحرب، لكن ما في شك انه هذا يدعم اقتصاد اسرائيل. بس اقتصاد اسرائيل مدعوم من قبل امريكا من سنوات، زائد انه 48,000 لن تؤثر في الموضوع. هم يبونها حتى يقولون دولة عربية، طبعا في كذا دولة عربية نفس الشيء تعمل، لكن انت ما تتصورين كم البضائع اللي تروح دول اخرى وتختم بختم دولة اخرى وهي اسرائيلية وتدخل عندنا وعند الدول العربية بمئات الملايين من الدولارات. اذا قطر اقتصاد قطر ما راح يستفيد